السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم آية بركات. دلوقتي أنا عايزة أوريكم أشارككم يعني أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت، بما إن يعني الأسعار غليت بره وكده، فدي أحسن حاجة نعملها في البيت وبتكلفة أقل طبعا من بره بكتير. فحبيت أشارككم طريقة سهلة جدا أنا بعملها من زمان يعني، فهي متجربة وإن شاء الله يعني بإذن الله مضمونة. فالأول هوريكم المقادير كده قبل ما أعجن أي حاجة. انا ده جبت كيلو الا ربع دقيق ورشه ملح ورشه سكر وكيس خميره وكيس لبن بودره وربع كوبايه زيت او فنجان صغير زيت، وحطيت شويه فلفل اسود طبعا حسب الرغبه، حابه تحطي لا براحتك. وكنت بحط الاول زعتر بس انا ما عنديش دلوقتي. طيب ده هي دي مقادير العجينه. تمام. الربع كيلو الا ربع دقيق هيرمي معايا قد مثلا ست بيتزات. هوريكم برضو بعد ما اعجن وبعد ما اخلص. طب انا هعجن بايه؟ هعجن يا جماعه بميه دافيه، ميه دافيه. تمام. في بقى ناس بتحب تعجن بلبن، فلو انت هتعجني بلبن هتجيبي ربع كيلو على الكميه دي كلها وهتدفيه وتعجني بيه. ليه؟ عشان الخميره لازم تتفاعل يا اما ميه دافيه يا اما لبن دافي. تمام. طب لو انا جبت لبن هستغنى طبعا عن اللبن البودره. تمام. يعني هشيل اللبن البودره وهعجن بلبن، مش هعجن بميه. حلو كده. لو هتعجني بميه حطي كيس لبن بودره، كيس واحد بس. تمام. هعجن بقى وهعصج اللحمه وهوريكم بعد ما اعجن. طيب اهي كده بعد ما اتعجنت. تمام. هحطها بقى في مكان دافي وهغطيها بفوطه نظيفه. وهنا برضو عصقت اللحمه. تمام. دي نص لحمه مفروم جملي وعلى نص بصل. تمام كده. وقطعت فلفل، قطعت جوليان كده اهو زي اللي في المحلات بالظبط. وقطعت برضو طماطم جوليان اهي زي اللي في الايه، زي اللي في المحل بالظبط. طيب هخلص بقى، هسيب العجينه دي تقعد ساعه وهغطيها طبعا بفوطه نظيفه لغايه اما تخمر. وبعد كده هقطعها لست قطع. وبعد كده هصور لكم بقى وانا بفردها، بس هفردها بقى بايدي من غير نشابه ومن غير اي حاجه. هوريكم بقى ان شاء الله بعد ما تخمر، هوريكم شكلها بقى عامل ازاي. اهي يا جماعه البيتزا بعد ما خمرت ما شاء الله كبرت اهي. تمام. ليه بقى خمرت كده؟ بسبب ان انا دفيت الميه، خدت مني كوبايه ميه دافيه وعجنتها بيها. طبعا انت لو هتعملي بلبن برضو لازم اللبن يدفى علشان الخميره تتفاعل كده. بصوا بقت كبيره ما شاء الله. ده كده بس هي نص ساعه، لسه بقى انا هقعدها كمان شويه كمان. وبعد كده هقطعها لست قطع يعملوا ست بيتزات وسط. عايزه تعملي منها ميني بيتزا برضو نفس العجينه. هقطعها بقى وهحط شويه زيت في الصينيه وهفردها. وهوريكم بقى بعد ما افردها واحط فيها المكونات، هوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي قبل ما تخش الفرن وبعد ما تستوي. ترى كده خلصت بقى البيتزا. سويتها خدت معايا وانا عشان عامله ستة خدوا معايا ساعه الا ربع في السوا، لاني بسخن مشغله الفرن والشوايه، فاللي تستوي من تحت بطلعها فوق. خدت بقى معايا ساعه الا ربع اهم يا جماعه الستة. بسم الله ما شاء الله اهو كده. ايه الستة اللي احنا عملناهم والطريقه اللي حطيت ايه والمكونات وكده هنزلها لكم، بس هنزلها لكم صور عشان ما عرفتش اصورهم فصورتهم، ما عرفتش يعني اعملهم فيديو فصورتهم. بس يا جماعه وهو ده بكيلو الا ربع دقيق. هتقولي لي طب هما ستة، ده ستة ياكلوا اسرتين يعني الواحده دي يعني بتشبع جامد يعني لو حد يقدر يخلصها يعني. فيعني هي مشبعة اولا. ثانيا بالنسبة للاسعار اللي بره انا مكلفها حوالي 180 جنيه للستة اهو. ليه بقى؟ جبت نص كيلو لحمة جملي مفرومة، دي لوحدها بس ب75 جنيه، فده كده لوحده اصلا توفير. بس واتمنى بقى ان هي تعجبكم.
ويا ريت تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات. بتهيألي دي اسهل طريقه للبيتزا. وهي سهله على فكره، هتطلع عادي، بس انت ايه، بالسكينه كده هتمشي كده من تحت طبعا داير ما يدور كده، هتلاقيها طلعت معاكي وتقطعيها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. يا ريت تدعموني بلايك، وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين. قناتي على الفيسبوك آية بركات بالعربي او بالعربي وبالانجليزي، وقناتي كمان على اليوتيوب. ويا ريت تنشروا الفيديو عشان الناس تستفاد. ولو في اي حاجه، او انا بقرا الكومنتات كلها. ويا رب بس الفيديو يعجبكم واكون خفيفه عليكم، ومتشكره، شكرا.